ما تستعجلوش بالحكم وتظلموا الطفل المعروف باسم طفل المنشار بالإسماعيلية، لأن اللي بيحصل في القضية دي أغرب من الخيال، والاحتمال الأكبر إن الطفل ده كان كل دوره استدراج صاحبه للبيت عشان يحصل اللي حصل. مش مصدق؟ طيب تعالى معايا نحلل القضية ونشوف فين الحقيقة. الولد اعترف في الأول وقال كل حاجة للنيابة، وحتى نزل ومثل الجريمة بنفسه، لكن المفاجأة لما الطب الشرعي طبق كلامه اكتشفوا إن في حاجات قالها والطب الشرعي نفاها، ومن هنا هيتأكد كلامنا. لما لقوا في تضارب في الأقوال بين تقرير الطب الشرعي وكلام يوسف الطفل المتهم، فاضطروا ينزلوه تاني يعمل تمثيل جديد للمصيبة اللي عملها، ساعتها بدأ يقول اعترافات مختلفة وأخطر من اللي قالها قبل كده. هنا بقى بدأ الشك، هو فعلا الولد ده نفذ كل ده لوحده؟ الولد كان باين عليه إنه مخطط، شاري منظفات عشان ينظف المكان، جوانتي عشان ما يسيبش بصماته، سارق موبايل صاحبه من شهور، يعني مش براءة مطلقة، بس برضه مش سهل نصدق إنه قدر يعمل كل ده بنفسه. في النهاية الطب الشرعي نفسه قال إن الجريمة مش منطقية لطفل في السن ده. المنشار اللي اتقال إنه استخدمه محتاج قوة وتحكم مش طبيعيين، عايز حد قوي جسمانيا، وده مش هيتوفر في طفل عنده 13 سنة. الأغرب إن صوت المنشار وريحة الدم، وإن محدش في المنطقة سمع أو لاحظ أي حاجة وقتها، ودي نقطة مهمة جدا، لأن معنى كده إن في حد كبير معاه، أو على الأقل في حد ساعده أو وجهه. بعض التحليلات بتقول إن الأب ممكن يكون له دور إنه يصور الحادثة ويعرضها على النت مقابل ملايين، ومن هنا أقنعوا الطفل إن يعترف على نفسه بجريمة ما عملهاش، وفهموه إن قانون الطفل في مصر بيمنع عقوبة الإعدام للأطفال، وهيكتفوا إنه يقضي 2-3 في الأحداث، وبعد كده يطلع باشا زمانه ويتنغنغ في العز، زي ما بقولك كده، والمتهم الحقيقي بره ولا من شاف ولا من دري. ما الولد الصغير طالع عينه في البيت، بيمسح ويكنس ويطبخ وبيراعي أخته الصغيرة اللي عندها 4 سنين، يعني كده يوسف عايش في عذاب جوه البيت ما فرقش عن الأحداث كتير. وحتى موضوع انهم بيقولوا عليه مضطرب نفسيا او حالته النفسيه مش مظبوطه بسبب انفصال والده عن والدته وجواز الام من العم جنن يوسف، طبعا ده تحليل تاني. بس السؤال اللي بيخوفني فعلا، ليه وليه تمت بالشكل ده؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا رايك. الغل في الجريمة وطريقة التنفيذ يخلوك تحس إن في دافع أكبر من مجرد خناقة أطفال، وده خلى ناس كتير تفتكر جريمة الطفل المغربي اللي الناس قالت إنها كانت قربان أو مرتبطة بطقوس غريبة. طيب ممكن يكون اللي حصل في الإسماعيلية شبه ده؟ مش شرط سحر أو طقوس، بس ممكن يكون الولد مجرد أداة في إيد حد أكبر منه. وفي احتمال تاني أخطر، إن الولد كان عايز يصور اللي حصل عشان يبيع الفيديو على المواقع المجهولة اللي بتتعامل في الحاجات دي، يعني ممكن يكون حد وعده بفلوس أو شهرة وقال له اعمل كده وهننشره وهتاخد شنط فلوس. فكرة مرعبة بس ممكن تكون حقيقية. لازم تعرف إن للأسف في عالم الإنترنت كل حاجة بقت واردة، حاجات كتير مش مفهومة واتعملت في الطفل المسكين، زي اختلاف زوايا القطع، بصمات مختلفة، أثر رجلين كذا شخص، كل ده ممكن طفل يعملها لوحده. حتى لو هو بدأ الجريمة مستحيل ينفذها للنهاية من غير مساعدة. واللي قاله والد الطفل الضحية بعد كده عن أجزاء اتلقت بعد الدفن زود الغموض أكتر، لأن ده معناه إن في حاجات كانت مستخبية ومش كله اتكشف من الأول، وده يفتح باب كبير جدا للأسئلة. هل الأب فعلا متورط؟ هل في شبكة أكبر بتستغل الأطفال في حاجات زي دي؟ ولا دي مجرد جريمة عادية الناس كبرتها؟ ولا شكل خناقة من ولاد صغيرين؟ اللي حاصل هنا يا إما تلاعب يا إما توجيه، وفي الحالتين في أسرار لسه مستخبية. قولوا لنا بصراحة كده في الكومنتات، شايفين إن الولد بريء واتلعب بيه، ولا فعلا قاتل بس في حد أكبر وراه؟